السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني في الله، ان شاء الله تكونوا لاباس. في الفيديو تاع اليوم راح نتكلم لكم على الحلبة، راح نتكلم لكم على المكونات نتاعها وعلى الفوائد نتاعها العظيمة للطيور نتاعنا وعلى طرق تقديمها. راح نبداو بالمكونات. تحتوي الحلبة على الكربوهيدرات وسعرات حرارية عالية والكثير من الأملاح والفيتامينات مثل الكالسيوم والفوسفور والمنغنيزيوم والزنك والفوليك والحديد، وتحتوي كذلك على الكثير من الألياف والدهون. راح نبدا لكم بالفوائد نتاع الحلبة للطيور نتاعنا، واهم فائده واللي هي انه يحارب الفاش ويقضي عليه نهائيا بالمداومه عليه، لانه الرائحه نتاعو كريهه بزاف. كيما على بالكم الفاش ما يلويش هذيك الرائحه، او قمل الطيور كما نقولوا ما يلويش هذيك الرائحه، واكيد راح ينفر من جسم الطائر من المكان اللي تكون فيه الحلبة. يساعد كذلك الفراخ على النمو السريع والصحي، يقوي مناعة الطيور وينشط الدورة الدموية، مفيد جدا للأمراض التنفسية، ويساعد الطيور على التجهيز. يساعد الطيور في الشفاء من نزلات البرد، ويطهر أمعاء الطيور من الطفيليات. مفيد جدا للريش لأنها تعطيه لمعان وقوة، وتعتبر فاتح جيد لشهية الطائر، فهي مفيدة جدا في حالات التسييف اللي سبق وحكيت لكم عليه. اللي حاب يشوف الموضوع يضغط على اللينك أعلى الفيديو. تعالج كذلك الالتهابات التي تصيب طيورنا، وهي طاردة للديدان ومضادة للإسهال والإمساك في نفس الوقت. طريقة تقديمه سهلة بزاف، يعني او طرق التقديم نتاعو هي ما تمدش بطريقه واحده. ممكن نستخلصوا المنقوع نتاعها، يعني ننقعوا الحلبة والماء نتاعها نستعملوه للغدوه يوم واحد من النقع. نستعملوا هذاك الماء نمدوه للطيور نتاعنا بعد تعطيشهم تقريبا ساعه او ساعتين. نمدوه لهم يشربوه يوم كامل، يعني 24 ساعه، ونبدل لهم هذاك الماء، نمدوا لهم ماء عادي. نقدروا ثاني نمدوه لهم بالطريقه اللي مديته لكم دركا انايا، يعني هذه اللي راكم تشوفوا فيها راهي حبوب حلبة مستنبته. الايامات الجايين بربي ان شاء الله راح ندير لكم طريقه استنبات الحلبة. هكا ثاني راهي مفيده بزاف للطيور نتاعنا. نحبوا ثاني ننقعوا الحلبة ومدوها لهم نصف، يعني مستنبته، يعني بمجرد ما تتنقع وتتنفخ شويه هكا برك نمدوها ثاني للطيور نتاعنا. مفيده بزاف خلص. ولهنا نكون يعني حاولت نلم لكم كلش واش يخص الحلبة. لهنا نكون وصلت نهاية الفيديو، وصلت للحكمة اليوم اللي تقول: لم يكن مشغولا عن يعقوب، ولكنه كان يصنع من يوسف ملكا، لعل الله حين أخرها عليك أرادها أجمل مما لو جاءت باكرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.